السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الكيكه عاديه، كيكه زمان اللي كنا تنصايبوا. هنايا عندي 5 ديال البيضات، وعندي نص كاس تقريبا ديال الحليب، وعندي كاس ديال عصير الليمون، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر، والطحين، وجوج خمارات فئه 8 غرام. بالنسبه للسكر اللي باغي يدير كاسونس يدير كاسونس، انا شي شويه تنقص من الحلاوه. هنايا تناخذ البيض ديالنا، وإلا كان البيض هنايا كبير بزاف عملوه غير 4، وإلا كان صغير عملوه 5. هاد الكيكه ساهله وخفيفه، الكوتي تجي ساهله وما فيهاش المقادير بزاف. تنضيف هنايا السكر، وتنضيف قبيصه ديال الملحه، وتنطرب هاد المكونات مزيان حتى يولي لنا داك الخليط ابيض. هنا من بعد ما خلطنا البيض والسكر مزيان، ضفنا الزيت، تنخلطو مزيان. دابا ضفت العصير ديال الليمون، وغنضيفو الحليب حتى هو، ونخلطو هاد العناصر مزيان. ديك الساعات غادي نبقاو نضيفو في الطحين والخمارات اللي عندنا 2. هنايا ضفت قشره ديال الليمون، غير واحد شويه زدتو. وهنايا الطحين والخمارات، ضفت واحد الخماره في الاول وفي الاخر زدت الثانيه. وهنايا الكيسان تقريبا هزت ليا 3 ديال الكيسان ونص ديال الطحين، وتيبقى على حسب الطحين، كاين اللي تيشرب وكاين اللي لا. بالزبده، وتنرشوه بشويه ديال الطحين. هنايا تنكبوا الخليط ديالنا وتنحاولوا نهزوا شي شويه يدينا. وها الكيكه الفران دخلتها على الفران كان سخون، وغير من التحت والعافيه مهيله حتى تتحمر لينا مزيان. وهنايا زينتها، دهنت الوجه ديالها قبل الكونفيتور واللوز ايفيلي، وانتم على حسب الرغبه، كاين اللي باغي